هنكمل بقى ايه غسيل اللاواعي كده. طبعا كان عندي بقى كميه لاواعي مهوله، واخدين بالكم. امسكها بقى كده زي ما انتم شايفين. اخلص بقى كده ايه المواعين، واوريكم برضو اللاواعي اللي انا ايه غسلاها. شويه لاواعي كده ايه يعجبوكم. اشوف كده التوابل. طبعا بقى كان عندي اللاواعي دي بقى كنت بقى تعبانه وكده، فقعدت بقى ايه يومين مع قطع الميه وكده. فايه فما كنتش شطفت بقى الميه، فوقفت بقى خلصته ما عادش بقى معايا اللي ايه اللي حاجات بسيطه اهو. وهوريكم برضو اللاواعي اللي انا غسلتها. عندي بقى الملوخيه دوت كنت عامله بقى في صينيه مكرونه. لازم الالمونيا تتغسل ايه بسلكه كده، اللي هي السلكه اللي هي خشنه، عشان تنفع. شايفين اهو لازم ايه ادعكه دعكه ايه مظبوطه كده. زي ما انتم شايفين اهوت لازم الالمونيا تدعك كده، واخدين بالكم. ما ينفعش ان هي ايه تتغسل كده وخلاص. على طول كده ايه ونشف لو ايه بطاريه ولا حاجه.
شايفين الاطباق دي كلها كده انا غسلاها. وده كده برطمان الحادق علشان اعمل الحادق اهوت. وانتم شايفين بقى الكبابي دي كلها كده والاطباق اهوت غسلاها كده اهو. ودي كده الحله دي كده فيها الليمون، فانا هحتاجها بقى في ايه دلوقتي. هحضر الليمون ودي ميه كده مولعه عليها علشان هنضف فراخ وكده وهطبخ. طبعا انا بقى لي يومين اهوت يعني ايه اكل نواشف وكده. نخش بقى كده ايه على المواعين اللي انا غسلتها. طبعا زي ما شايفين انا لسه غاسله اللحيه دلوقتي، بس بقى كميه اللواعي دي كلها انا غسلاها كده وايه وما كنتوش انتوا معايا يعني عشان ايه ما حبيتش اطول عليكم الفيديو كده. زي ما انتم شايفين كده اهوت. ده كده كلها مواعين اهيت. وده كده ايه طبق بلاستيك اهو. دي كلها كده مواعين. وهنا برضو اطباق اهيت يعني كان عندي ايه اطباق ومواعين كتير اهوت. دي كلها كده اطباق اهي واخدين بالكم اهوت. ودي كده ايه بلاستيك اهو زي ما انتم شايفين. كده اهوت. دي بقى كلها ايه اطباق اهي. لازم ايه اغسلهم كده واكفهم من الشفا. معرفش ان انا احط المواعين بالميه بتاعتها. لازم كده ايه المواعين كده تنشف الاول، بعد كده ارصها كده فين في الطباخ. ما ينفعش ان انا احطها ايه تسقط ميه كده في حالها كده كده هما. ودي كده عندي برضو اطباق شمستين اهيت. هكفي ده كله دلوقتي برضو اهوت. وده كده شوف بتاع العصير. شايفين بقى كميه المواعين اللي كانت عندي حاجه كده ما شاء الله. طبعا بقى لو انت لسه جديده معايا في القناه يا ريت فضلا وليس امرا تنزلي كده تعملي اشتراك وتنوري في قناتي. هكون سعيده جدا بوجودكم معايا في القناه. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي يا رب. ولسه ما حطش اللايك ينزل يحط اللايك كده علشان نبقى عيله كبيره كده مع بعض. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي يا رب. بشكر كل اخواتي كده وحبايبي داخل مصر وبره مصر على وجودهم معايا في القناه. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي يا رب. كل كده ينزل يحط اللايك. خلاص نقعت بقى الفراخ اهوت في محلول النقع اللي هو ميه ودقيق وملح وخل وشويه سكر كده اهوت. هشطفها بقى. طبعا تحت الحنفيه كده اي حاجه مش عاجباكي شيليها كده تحت الحنفيه اهو. ما تخليش اي حاجه فيها خالص زي ما انتم شايفين كده اهو. بين وراك كده اهو. تغسلي كده بين وراك. طبعا منضفين بقى وحايشين الزلموكه كده والدنيا تمام التمام والفشايش والكلاوي وكل حاجه كده. وكنت محركه بقى بصليه كده في الميه يعني مظبطه كده المحلول المائي بتاعها كده اهو. اي حاجه مش عاجباني اشيلها كده مكان بقى التشويت والفرك كده.
هاخد بقى الرقايق كده اغسلها برضو اهوت. وعندك كده الرقبه اللي هي بتفتحها كده فيها كده ايه عرق دم بتطلعيه اهوت. يعني ايه تظبطي كده ايه الشغل بتاعك وده القوانص اهي. برضه ماسكاها غسلاها وفكاها كده بايدي الاول وبعد كده ايه حطيتها كده اهو. هشطف بقى ايديا علشان نولع بقى على النار. كده بقى ولع على النار اهو. شويه زيت عندنا بقى ورق اللورا كده. يبقى انا حطيت هنا توم وبصل ورق لورا ومستكه وحبهان. هنجيب قرن فلفل اخضر هنضيفه كده اهو. طبعا مش عايزه يبقى عندي اي ريحه زفاره خالص، يعني انا كده ابقى عامله منكهات وكل حاجه. سيبهم بس كده ايه يتشوحوا شويه كده مع بعض. وعندي الطماطم اهيت هحطها بس مش دلوقتي. هسيبها تاخد ايه تلوحه كده على الزيت الاول، بعد كده هقلبها على الجهه التانيه. ماشي كده اهو. معايا الطماطم اهي. طبعا الريحه بقى طالعه تحفه. نجيب بقى كده ايه شفشة الخيار.
حطيت الجهد بتاعها. احط لها بقى ايه فلفل اسمر، شويه كزبره، وبهنا بهارات لحمه، ورشه السبع بهارات كده اهوت. واحط لها بقى الملح، عشان طبعا الفراخ عندي البلدي بتستوي على طول، فايه فاحط لها الملح بتاعها، مش هسيبها مثلا زي البط ولا اللحمه ولا حاجه. خلاص اهوت. ولو احتجت ملح تاني احط، لو ما احتجتش خلاص. يبقى كده النهارده بقى الفيديو خلص معاكم. استنوني في فيديوهات جايه كتير احلى واحلى. ولسه ما حطيتش لايك، انزل تحطي لايك. ومع السلامه.